السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. معكم الكوتش ياسين برناوي. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع مهم اللي بزاف د الناس كيسقسيو عليه وكيسولوني عليه، وهو كيفاش تكون عندك شخصية قوية. قبل ما نهضروا على هذا الموضوع هذا، قبل ما نتعمقوا فيه، ما تنساوش جيم، ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وانستغرام الى اخره. ما تنساوش كذلك تشتركوا في القناة وديروا الجرس باش يوصلكم الجديد، وكذلك ما تنساوش تهضروا على هذا الفيديو على الناس اللي كتعرفوهم من الاصدقاء ديالكم واي واحد، باش الفائده تعم الجميع ان شاء الله. اذا كيفاش تكون عندك شخصيه قويه؟ واش عمرك سقسيتي راسك هذا السؤال هذا؟ عمرك حسيتي راسك انك انت الشخصيه ديالك تقدر تكون اقوى اكثر؟ اول حاجه هي تكون عندك القدره انك تقول لا. ما معنى القدره انك تقول لا؟ معنى القدره انك تقول لا ان ماشي اي واحد يقول لك شي حاجه تقول له غير ايه. انا نشرح لكم. احنا ملي كنا صغار تعلمنا وتربينا من عند الوالدين ديالنا، ومن بعد من عند الناس كبارين، ومن عند الاستاذ في المدرسه، انك الا قلتي لا لشي واحد انها عيب وانها واحد الحاجه قبيحه، لان دائما خصك على حساب المصلحه ديالك وعلى حساب الرغبات ديالك خصك الاخر، والمهم هو يكون مزيان. دونك ملي كنكبروا رجع هادشي عندنا فحال واحد الاعتقادات، ديك خويونس اننا حنايا خصنا دائما نضحيو بالمصلحه ديالنا من اجل الاخر. مثلا يكون شي واحد يقول لنا يلا نمشيو لشي بلاصه، مثلا كيقول لك يلا نمشيو للقهوه، وانت ما فيك ما تمشي للقهوه، انت باغي تجلس في الدار ولكن كتقول له غير باش هو يكون على خاطره. او مثلا ملي كتكون خدام في شي خدمه، كيجي مثلا الشيف ديالك وكيقول لك هاك دير هاد الدواسه هادو خدم عليهم، ولكن انتينا ديك بما انه الشيف ديالك، القضيه ديال اللي كنهضروا عليها على الشيف كيمثل السلطه اللي هي في العقل الباطن هو الاب، انت انكونسيون كتقول له واخا انت عييتي، واخا انت عارف ان هذه ماشي الخدمه ديالك. القدره على قول لا كتخلي عندك واحد الحد اللي الناس ما كيفوتوش، بحيث ملي كتكون هذه الحاجه اللي عاد في يدك وعاد في يدك واحد اخر كتقول لهم وملي كتكون هذيك الحاجه اللي ما عاد في يدك شي كتقول لهم لا، كتشد الباب. القدره على قول لا هي دليل ان الشخصيه قويه، انك انت ماشي كتخاف ان ديك الشخص ما يعجبوش الحال او ما يبغيش او كذا، انك يهمك طبعا الشخص الاخر ولكن يهمك حتى نفسك. الحاجه الثانيه هي انك ما تكونش دائما كتحاول ترضي الاخر، ما ترضيش الاخر على الحساب ديالك. عيش حياتك ليك، يكون عندك الاهداف ديالك، يكون عندك الاحلام ديالك، ما تعيش حياتك من اجل الاخرين حتى ولو كانوا ديك الناس قريبين ليك. وانا كنعرف انها حاجه صعيبه تسمعها، لان بزاف الناس كيضحيو براسهم من اجل الوالدين ديالو، من اجل خوتو، من اجل الراجل لمراتو، المراه لراجلها الى اخره. ولكن مزيان اننا نديرو للناس، ولكن خصنا ما نساوش راسنا. خصنا نعيشوا الحياه ديالنا، لان الله عطانا حياه وحده اللي نقدروا نعيشوها. عاون الاخر ولكن ماشي على حساب السعاده ديالك. من بين النصائح اللي كيقولنا في الطياره هو اذا كانت الطياره وقع لها شي مشكل وشي حاجه وكان واحد نقص الاكسجين، اول حاجه خصك ديرها هي انك تهز الماسك الاكسجين وديرو. علاش الطياره ما كيقول لك شي دير الماكس الاكسجين نولدك او باباك اللي هو مريض او شي واحد؟ علاش؟ مع العلم ان ممكن يكون هذاك الشخص اهم ليك منه، يمكن شحال الناس خصهم يضحيو، لان الطياره عارفين انك الا ما قدرتيش ديرو لراسك راه ما تقدرش ديرو لديك الشخص الاخر، لانك انت اصلا ما تنفسش. هادشي كينطبق على الحياه. ملي نبغيو نديرو شي حاجه نحاولوا نعرفوا كل ما عاوننا كثرنا وعطينا وقت لنفسنا، كل ما قدرنا نعطيو للاخر. هذا كينطبق للام مع ولدها، ولا الزوجه مع راجلها، كينطبق على شي واحد مع صاحبه، كينطبق على شي واحد في شي شركه او في الجمعيه. دائما عطي وقت لراسك، وهذا الشيء كيدل كذلك على انك شخصيه قويه، انك واحد الانسان او واحد الانسانه كتقبلش على اي حاجه، اللي كتقدر نفسك. كاين جوج انواع الانانيه. كاين الانانيه الشخص اللي كيفكر غير في راسو، كيعمل الحاجه غير اللي بغاه هو، هذا ايغويست. وكاين الانانيه الاخرى اللي هي الشخص اللي ما كيعمل دائما ناسي راسو. هادو بجوجهم غلط، لان هادو بجوجهم هما ليكستريم. خصنا نكون عندنا واحد التوازن، الجسم ديالنا او العقل ديالنا الى اخره. اذا الشخصيه قويه هو انك ما تحاولش تعمل الخطر. الحاجه الثالثه هي ما تحاولش تثبت راسك من الواحد. الشخصي ملي تكون عندك شخصيه قويه دائما عمرك ما تحاول تبان، لان هذه عندنا ظاهره في المجتمع، كلشي كيبغي يبان، كلشي كيبغي يقول علاش هو كيعرف، علاش هو كيعرف هذه شنو هو كيدير، وكيهضر بزاف. حتى واحد ما كيعجبو الواحد
اللي كيعجبو يهضر ويبين راسو، لان الا انت بصح ديك الشيء فيك عادي راه غادي يبان فيك، غيبان فيك، ما حتاش تثبتو. انا ملي كنشوف شي واحد كيبدا يقول لي انا ودرت وعملت ودرت اولا عندي الفلوس اولا قال، كنعرفوا انه هو عنده نقص من ديك الحاجه، وانا ديك الشيء اما كيكذب اما ديك الشيء ماشي صحيح. لو كان ديك الشيء طبيعي فيك ما يحتاجوش نثبتوا راسنا. بحال شي واحد اللي كيقول لك انا كنشرب الماء، الا كنكون نهار كيشرب الماء والماء موجود عنده ما كانش يقولها لك. اذا ما تثبتش نفسك من الناس، تثبت راسك غير راسك. انا كنعرف انها صعيبه، وهاد العادات متبعين عندنا في الانكونسيون ديالنا من الصغر. دائما خصنا نثبتوا راسنا، ولكن مع الوقت والخدمه ديالنا ممكن القاده الكبار والعظام ما كيحاولوش يثبتوا. انا دابا هنا كنهضر معك في واحد الفيديو، ما نقدرش نهضر لك على الدبلومات ديالي او شني درت او شني عملت او الناس اللي عاونتهم او الكتب اللي قريتهم او الحاجه. علاش؟ لانني ما كيهمنيش انك انت نثبت راسي ديالك. معكم الكوتش ياسين البرناوي، مدرب حياه معتمد في التنميه الذاتيه، ممارس في البرمجه اللغويه العصبيه PNL، كذلك مدرب صحه في التغذيه، حاصل على الماستر في الصحه والتغذيه. اللي كيهمني ان نعطيك هذه المعلومه هذه، بغيتيها مرحبا، ما بغيتيهاش ماشي مشكل، حنا صحاب. دليل اخر على الشخصيه قويه هو انك تكون ما كتهضرش بزاف. يعني بنادم اللي كيهضر بزاف دائما دليل على عدم الثقه في النفس، عدم تقدير الذات. دائما هضر بشويه وهضر ببطء ودير لي بوز في الهضره ديالك، وعطي الانسان فرصه انه يرد عليك، انه يجاوبك. ما تكونش من ديك اللي كيهضروا بزاف واللي كيقاطعوا دائما، لان هذا كيدل على ان عندك واحد الشخصيه يعني ضعيفه. ما معنى علاش قلت لها الشخصيه ضعيفه؟ المول بتاعه، حمام السباحه، وكل الحبشتكنات اللي ممكن تتخيلها. كل ده يا ريس تحت الارض، تحت الارض. هم يعيشوا تحت الارض واحنا فوق نكح تراب. اقول لسعادتك على مفاجاه يا باشا، وفجاه مش هتصدقها. الراجل اللي انا بكلمك عنه ده كان صاحبي لا مؤاخذه، اما كنا ساكنين في الويل. يا انسان اللي كيهضر بزاف عنده واحد الخوف من ان ديك الشخص اخر غاديش يجاوبه، كيحاول يغطي ديك الخوا، ديك الخوف، بحال كيهضر بزاف لان كيخاف ان الناس اخرين ما يهضروش معاه او ما يقولوش شي حاجه. هذا هو السبب انها دليل ان الشخصيه ديالك ضعيفه. الا دخلتوا في الفيديو لاحظتوا تشوفوا الناس اللي تايقين في راسهم والناس اللي قاده واللي كوتش دائما عاد كيهضروا بشويه دائما وكيتحاوروا وكيجاوبوا. حاجه اخرى، تاخذ القرارات. دائما تاخذ القرارات سواء في الحاجات الكبارين في حياتك او في الحاجات الصغار، خصوصا ملي تكون في الجروب. كون يعني شجاع وتاخذ قرار الجروب. اذا كانوا معك 3 4 الناس، اختار القهوه اللي غتمشيو فيها، اختار البلاصه اللي غتمشيو لها، ما تكونش متردد. التردد كيدل على ان واحد الشخصيه ضعيفه وانك خايفان ان القرار ديالك يكون غلط. وحتى ولو كان القرار ديالك غلط كما قلنا في الفيديو ديال الفشل، كل ما براتيكيتي كثر وطبقتي كثر وبالضروره غتغلط وتفشل كثر وتتعلم كثر، لان الفشل هو درس، هو فيدباك، هو واحد الحاجه اللي ممكن ما تعرفهاش في الاول، خصوصا اذا كنتي كتفوت فيه منطقه الامان. كل ما نجحتي اسرع. واخر حاجه، ما تخافش من انك تواجه الناس، ما تخافش من لي كونفلي، ما تخافش من انك الناس ما يكونوش متفقين معك، ما تخافش من ان الناس يتعصبوا منك. الانسان اللي عنده الشخصيه قويه ما كيخافش يقول الراي ديالو للناس، ما كيخافش يواجههم حتى ولو دوك الناس ما عجبهمش الحال. ملي تكون في القهوه وشي واحد جاب لك شي حاجه وما عجبتكش، ما تخافش انك تقول له خاي الله بدل لي. الا جابوا لك قهوه قاصحه وانت قهوه خفيفه، ما تخافش انك تقول له يبدل. ما تخافش اذا ما عجبتكش الماكله، الا شي واحد قال لك شي حاجه وما عجبتكش ما تقولهاش في ظهره انني ماشي مزيانه. ما تخافش انك تقول له في وجهه. يعني دائما حنا عندنا واحد المشكل كبير في المجتمع ديالنا، المجتمع المغربي، المجتمع العربي الاخرين، اننا حنايا عايب وما تقولش وخلا، ولكن في الظهر كنجلدوا. لا، الانسان اللي عنده الشخصيه القويه، القائد، كيواجه الناس وكيقول لهم وما كيخافش انه يقول لهم بواحد الطريقه يكون متحكم في نفسه. دائما عليه التحكم، كان التحكم في الاحاسيس، تحكم في المشاعر ديالك. تعصب ماشي عيب، لان هادو مشاعر سلبيه اللي فينا، من حقك تكون في الحزن ولكن تحكم فيهم، لان الشخصيه، قوه الشخصيه من التحكم. لان هذا كان فيديو خفيف، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش التعليق، ما تنساوش جيم، ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو، وان شاء الله تابعوا القناه باش يوصلكم الجديد. راه كل ما شفتوا الفيديو، كل ما علقتوا، طلع الفيديوهات وقدروا يطلعوا عندكم، قدروا تشوفوهم. ما يمشي بحال شي واحد كيتلاقاني كيقول لي انا ما شفتش الفيديو ديالك طلع لي، انك انت ما تابعتيش، ما علقتيش، ما درتيش. انا ما نقدرش كل واحد نقول له ها هو الفيديو كتب. وشكرا بزاف، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله.